انا المنطقه دي بالذات حوالين العين وحوالين الشفايف انا بعرف منها اللايف ستايل بتاعي. تعرفي كل حاجه عنهم بالظبط. بتسهر، سموكينج، ستريس، عدم اهتمام. المنطقه دي بتبين كل حاجه. طب اشرحي لي بقى يا دكتور، عشان في ناس كتير بيبقى عندهم مشاكل في المنطقه حوالين العين، ايه الحلول اللي بتقدميها في عيادتك للمنطقه دي؟ بصي المنطقه دي عارفه انت اللي بيقول لك العيون بتفهمي منها صحيح. كل حاجه. انا المنطقه دي بالذات حوالين العين وحوالين الشفايف انا بعرف منها اللايف ستايل بتاعي. تعرفي كل حاجه عنهم. بالظبط. بتسهر، سموكينج، ستريس، عدم اهتمام. المنطقه دي بتبين كل حاجه. تمام. اوكي. حلولها من اول لو قلنا مثلا الدارك سيركل، لو في تجويف ملوش حل صدقني غير الفيلر. لو في حته داخله لجوه يبقى لازم فيلر وما نخافش منه. مفيش قلق نهائي. لو دكتور شاطر. لو دكتور شاطر برافو عليك. لو دكتور وعارف التشريح، عشان كده الدكاتره دي بنحضر وبنعمل تشريح وكل الكلام ده علشان احنا بنعرف بالظبط الربع ملي من هنا ومن هنا هيفرق جدا فيها. تمام. اوكي. لازم نحط في بالنا طبعا لو اللون غير. لو اللون في حاجات كتير قوي دلوقتي. انت عارفه التطور زي ما انت قلتي في الاول، تطور فظيع. بقت في حقن مخصصه عباره عن بوستر فيتامينز للمنطقه اللي تحت العين. يفتح بس. عباره عن غير امتلاء. ايوه، عباره عن هيلورونيك اسيد اللي هو الاساس اصلا للترطيب، وجلوتاثيون ماده التفتيح الاساسي، وفيتامين اي، فيتامين سي، امينو اسيد، كلها فيتامينز. تمام. بيتاخد ككورس. حلو. يعني حتى لو لقينا نتيجه من اول سيشن عامل زي كورس الانتي بايوتيك. We're here to stay for better health and beauty every day.